اشتغالات اونلاين مش هتقدر تغمض عينيك من الضحك. ما المشكلة مش في الشاحن، المشكلة مش ما اتكلم قد ما تسرقوا. مش بتتكلم ايه؟ قد ما تسرقوا انتوا. انا مش سامع حضرتك، معلش يا فندم. مش بتتكلم ايه؟ يعني انا اتكلم ب5 جنيه وانتوا تاخدوا 5 جنيه. انت تاخد؟ لا انا حضرتك دلوقتي عندي على نظام حكاوي ادلي. ما هو بتاع قبلة. حضرتك عندك فكرة عن النظام وهتحب اوضحه لحضرتك؟ لا توضحوليش، انا مشحن الكارت ب10 جنيه و20 جنيه. تمام. تمام. قوم انتوا تاخدوا 5 وتدوني 5. لا احنا ما بناخدش اي رصيد يا فندم. هو ممكن تكون حضرتك كنت مستخدم خدمة استلفني. شكرا. لا والله، لا 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 مش يعني حضرتك لحظة كده يا فندم، اخر كارت شحنته اتخصم من حضرتك ال3 جنيه عشان كنت مستلف ال3 جنيه فباقي 7 جنيه. دلوقتي حضرتك استلفت تاني استلف الخدمة هجنون. لا لا اتخصم من حضرتك بالفعل. ده هيتخصم 6 جنيه لما تشحن. لا بس طب الدقيقة ب14 قرش، واخدة بالك معاي انتي؟ لما اتكلم الدقيقة طب تمام، لما اتكلم ب14، لما اتكلم بال14 قرش اني وهتكلم يعني هتكلم لي خليني 50 دقيقة في اليوم ولا 100 دقيقة. طب ان شاء الله حضرتك بس لما نشحن وتخصم رصيد بعد كده ما تستخدمش خدمة سلكني. شكرا. وليه زعلانة انت علي؟ وليه زعلانة؟ اديني واحد مسؤول، نعم؟ اديني المسؤول انا اكلمه. ليه زعلانة كده علي؟ ما تفهميني بالراحة. انا مش سامع حضرتك يا فندم. فهميني بالراحة، ليه متزعق ايه؟ افهم حضرتك. بقول لحضرتك دلوقتي استخدمت خدمة سلكني. شكرا. لا والله. طب ما تزعقيش، اتكلمي بالراحة يا ذا بنت عمي. حاضر يا فندم، هتكلم بالراحة. بارك الله فيك. طب يعني ان شاء الله بس لما نشحن هيتخصم من حضرتك 6 جنيه. دي عشان خدمة سلكني. شكرا. كنت مستخدمها كل مرة بينزلوا حضرتك 3 جنيه. طب انت انا اتسلف وانتوا تاخدوها، انا اتسلف وانتوا تاخدوها. طب ليه تاخدوها؟ ويا بنت اختي. الو. ايوه يا فندم. ليه ما تاخديها طبعا؟ مش حضرتك يا فندم كانش معاك رصيد، رحت مستخدم نجمة 868 نجمة 3 شباك. طب انا اخدته من سيادتك ولا اخدته من التليفون؟ مالك انت لما انا نزلت لحضرتك 3 جنيه من عندها. الشركة؟ تمام. طب الشركة نزلتها وخدتها، طب مالك انت بالشركة؟ ما احنا بننزل حاجة 3 جنيه يا فندم، فبالتالي لما تشحن بس فهمت انا على كده. لا يا دي كانت بتيجي كمجرد يعني حاجة ما فيش امكانية ان احنا نشحن، فلما شحنت هيتخصموا من حضرتك. طب كده يعني مخكم ما يودوكم انكم تاخدوها من الكارت؟ ما ياخدوا منين يا فندم غير من الكارت؟ ما هو ده اللي بيشتغل يعني. احنا زي ما بنسلك حضرتك بنستلدهم فين؟ يعني نستلدهم منين؟ يعني انت مثلا ما تشوفيني لما اشتري الكارت واحطه في التليفون ولا حد ما يقول لك عليه ولا ايه؟ هو السيستم بيعرف تعرف تشحن بيحصل ال3 جنيه ويسيب لك الباقي اللي انت بتستخدمه بالظبط هو اللي هيتخصم من حضرتك. طب والله مفتحين. حضرتك بس جرب كده انك ما تستخدمش الخدمة واشحن، مش هيتخصم اي حاجة من حضرتك يا فندم. يعني مش ما تسرقي؟ لا لا ان شاء الله يا فندم. ما شغال. عايز تستفسر تاني؟ لا بس يعني فيش عروض مثلا نازله جديده كذا كذي؟ هو ان شاء الله حضرتك اي كارت شحن هتشحنه هتاخد عليه دقايق مجانية يا فندم باذن الله. هتجيلك رسالة بعد الشحن. طب امانه بالله عليك حيث ولادك يا شيخ ما تخصميها الدور دي. ان شاء الله يا فندم. هتسلفها بس ما تخصميهاش. خلاص ان شاء الله باذن الله. عايز تستفسر تاني؟ لا شكرا. شكرا للتليفون. اشتغالات اونلاين مش هتقدر تغمض عينيك